ليش يوم المواطن السوري كتير طويل؟ لأنه بس فتح عيونه بيلاقي سارية السواس عم تخلع بالعلم. بعد شوي بيطلع له وزير التجارة عم يقول له ممنوع. ما ضل في شيء اسمه معارضة ولا ضل في شيء اسمه ثورة. ممنوع على مع انه نفس الوزير قبل كم اسبوع قالنا انه رح يرفع الدعم عن الخبز، بس ما انتبهنا لانه كنا مشغولين باللي قلنا اياه علي فرزات اللي علقان مع موسى العمر. فرزات قال انه فيديو الرئيس على صهوة الحصان مفبرك، وقال له للعمر انت مسيح جوخ. العمر بيرد بيقول له الله يثبت علينا العقل والدين، ما بتنتهي المعركة الا لا تندلع معركة جديدة. منلاقي مايا نجار محتارة تقص الغرة لما لا عبالي قص هاي الغرة اللي هيك عرفتوها تبع المثلث مرة، شو رأيك قصة؟ مايا كانت عم تتجهز للقاء محافظ دمشق لأنها اندعت على جلسات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني. قبل ما نستوعب صدمة مايا منلاقي ماسة قنوع كمان معزومة، ومنلاقي كادورة كمان معزوم. بيطلع موسى العمر وبينفي وبيقول الدعوات مفبركة، ديروا بالكم. بيرد عليه كادورة بانه لا، الدعوات سليمة وعيب عليك يا موسى. ادعاء بعض الناس المعتبرين نفسهم صحفيين انه دعوات فبركة ومو فبركة لإثارة الجدل، عيب بحقكم تحكوا هذا الحكي. موسى بيحذف البوست الأول، بينزل بوست تاني بينقل فيه كلام عن حسن الدغيم عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأنه الدعوات مفبركة وهي اجتهاد شخصي. ماسا بتزعل مننا وبتعتذر عن حضور الدعوة. بينط أيمن زيدان وبيكتب أنه ما كان بده يكتب بس يلا كتب، وبيذكرنا بتجربة روسية ثقافية أدبية في بناء الأوطان، تولستوي وبوشكين وكلام كبير، وعم يلمح طبعا على الدعوات للمؤتمر. بس العمر مصر انه الدغيم قال له انه هي مو دعوات للمؤتمر، هي اجتهادات شخصية للجلسات التحضيرية اللي مدري شو عملوها بعض الناشطين اللي مدري مين هن. وهو عم يدوخنا بيكون الدغيم دوخنا أكثر بتصريح كمان ما انتبهنا له لما قلنا إنه الحكومة الحالية يمكن تمدد عملها حتى نهاية الحوار الوطني، بس الحوار الوطني مدري قبل تشكيل الحكومة مدري بعد تشكيل الحكومة، وهو ما بيعرف إذا كانت الحكومة قبل الحوار لما بعد الحوار. بس الحوار نفسه رح يناقش الدستور والاقتصاد والعدالة الانتقالية. بسيرة العدالة الانتقالية بيكون تم تعيين بشرى ناصيف مستشارة بوزارة النقل، وهي كانت معاون وزير أيام النظام ومتهمة بملفات فساد، والعيلة كلها شبيحة ما شاء الله. الوزارة بترد وبتقول انه عزلتها، بس ناصيف ساعدتها بالكشف عن الفساد اللي ناصيف نفسها كانت جزء منه. الحمد لله الامور بخير. ما منلحق نفهم ونحلل ونكتب لما بيكون الدكتور النابلسي قالنا انه هو ما كان بده يقول انه تأييد الشرع فرض عين، فرض عين على كل. لا غير رأيه، هو واجب الوقت. كل هذا عم يصير بس بيكون مرق علينا وصول آشر لوباتين الداعم الأول للإبادة الجماعية واحتلال الجولان وتجنيد الدروز السوريين بجيش الاحتلال اللي استقبل بشكل رسمي بسوريا، بس على المعس. ونحن ملتهيين لسه بساريا وهي عم تخلع بالعلم. لسه ما لحقنا نركز منلاقي هيثم المالح مدري متضايق مدري مو متضايق من $2500. الزميل اللي معي أعطاني ظرف، قال لي هذا بعت لك يا أحمد الشرع. فتحت الظرف وجدت فيه $2500. طبعا يعني خجلت أنا حقيقة أرجع أقول له أنا ما لازمني هذا المبلغ، حتى لازمني أضعافه. وش هذا المبلغ يعني؟ بهذا الوقت بيكون استشهد فهد وليد الغجر وهو عم يحاول يفكك لغم تركه الأسد، وكان عامل دعوة لجمع تبرعات مشان الألغام، بس ما انتبهنا لأننا مشغولين كتير بكذبة نقل السيف الدمشقي لإدلب ومصدقين الكذبة اللي كذبناها. وما انتبهنا انه اكبر شبيح فلسطيني سوري اسمه انور رجا لساته بالشام ورجع على منصبه، وعين عن طريق الانتخاب بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللي شبحت مع النظام ليلا نهارا فقط. وما حدا عم ينتبه انه قصة تسريح الموظفين لسه عم تتفاعل، لانه في خطيب اسمه محمد زياد الجزائري وقف على المنبر وحكى عن القصة. هذا العزل العشوائي للموظفين ليس له أساس، ليس له صحة، لا يجوز، لا يجوز. قبل ما نحط راسنا وننام عبد الله العمر بيقلنا انه هو نزل شي 9 كيلو، والحمد لله خلال من ايام او 9 ايام نزلت على عدد وزن اللي هو 9 كيلو. وبما انه لسه ما عنا تلفزيون رسمي فتلفزيون العمر رح ينتشر بكل بيت بسوريا، وكل بيت بسوريا عم يعاني من الفقر حسب تقرير أممي طلع من كم ساعة. بس الحكومة وعدتنا الأمور بخير إن شاء الله قريبا. إمتى قريبا ما بنعرف، ولحتى نعرف لازم نحدد شيء واضح بمؤتمر الحوار. مايا تقص غرتها لما تتركها. وطننا غالي منحنا الهواء ويمنحنا الغذاء ونشرب منه